صباح الفل او مساء الفل. فيديو صغير كده هنتكلم عن تصريح النادي الرئيس الاسماعيلي السابق المهندس يحيى الكومي. الراجل كده قال تصريح انا قريته بس ما صدقتش بصراحه، ومش عايز اضحك عليكم الا ما شفت الفيديو. قلت ده اكيد متفبرك واكيد الكلام ده ما ينفعش يطلع من حد، لكن المهم لقيته بيقول ايه بقى في الفيديو. تعالوا نشوف مع بعض بعد كده نتكلم. في لعيب اللي هو محمد خليفه ده اعتبره مش موجود. ازاي؟ لان هو ده كانت مجامله لوالده، راجل حبيبي جدا. خليفه الاصفر ده راجل حلو، وهو يعتبر يعني اخو خليفه، متجوز اعتقد بنت مرتضى منصور او بنت مرتضى، ابن مرتضى منصور واخده. يعني ده يا راجل كويس. هو ينفع يا باشمهندس يبقى في حاجه اسمها لا جبناه مجامله؟ ما دفعش ولا مليم. مفيش ولا ايه المشكله؟ انا خسرت ايه؟ ولا اديت له مرتب ولا مليم خد، ولا خد مرتب، بس خد مكان في القايمه، ولا خد مكان في القايمه. كانت القايمه كانت ناقصه كمان فيها 3. اعتبره مش موجود. نعم اعتبره مجامله. يعني ايه يا عم ياخد مكان في القايمه؟ ما ياخد مكان في القايمه، ايه المشكله؟ صباح الفل. تصريح وكلام يودي في 60 داهيه. لما نادي زي الاسماعيلي اللي بقاله 3 4 سنين غرقان، لا عارف يجيب لعيبه ولا عارف يصعد لعيبه من الناشئين ومفيش فلوس اصلا انه يعمل صفقات، تلاقي لعيبه بتتأيد في الفريق الاول من باب المجامله او من باب ان هو قريب حد او صاحب حد من رجال الاعمال. يا جماعه والله العظيم احنا رايحين في 60 داهيه وكارثه على الكره المصريه. لما نيجي بقى للمنتخب ونبص نقول لي بقاش ليه في مواهب بتطلع من الدوري عشان الامثله دي، ان احنا نروح نلعب فرقه زي السنغال ونيجيريا والمغرب وناخد على وشنا ونرجع، ما نجيش نقول اصلا المنتخب قليل. ما هو دلوقتي بقت الدنيا كلها مجاملات. رؤساء النادي بالذات بتوع رجال الاعمال بقوا مش فاهمين يعني ايه نادي جماهيري. في انديه ليها كره القدم رقم 1 وبعد كده تيجي النادي الاجتماعي والعكس. يعني مثلا زي الاهلي والزمالك والمصري والاسماعيلي والانديه دي كلها الكوره رقم 1 في النادي، ليهم جمهور وشعبيه كبيره، بعد كده يجي المنظر الاجتماعي. على العكس مثلا زي نادي هليوبلس، نادي الشمس، نادي الصيد، نادي سموحه، والانديه دي كلها بيهتموا بالقطاع الاجتماعي اصلا كنادي وكافيتيريا وشمسيات والكلام ده كله، بعد كده يبصوا للكوره. لما رئيس النادي الاسماعيلي يقول كلمه زي دي اعرفوا ان احنا رايحين في 60 داهيه، حاجه تخلي الواحد يحزن على الكره المصريه. بعد كده نقول ليه اصل الدوري فقير والدوري ما فيهوش لعيبه وفين المواهب؟ ما النهارده عشان انا ما عنديش واسطه كلاعب كوره او ابويا او انا مش صاحب حد من الناس التقيله في البلد، مش هعرف العب كوره في اي نادي. انا قلت بس اقول لكم كده الفيديو ده ونقعد نعيط مع بعض على اللي حصل في الكره المصريه. يلا سلام.